هلا هي جاية تزورها؟ مسكينة جاية تزورني وجاية تراجع الدكتور، عم يصير عندها شعلة قوية كثير، شعلة هستيرية يعني. الدكتور عم يقول انه ما في اي سبب عضوي، كله سببه نفسي. الله يعينها، الله يكون بعونه. ها؟ هاي وصل. يسلموا ايديك يا عذبتك. ايه عذبتني كثير على فكرة. هلا انزل جيب امك. هاي ماما ليك ها؟ هاي هون؟ ايه. بس ثواني لانزل جيبها. اوكي. عم اقول لك انه الطالب ما عاد عم يحس بمتعة العلم، بمتعة البحث. يا رجل صاروا يشتروا حلقات بحث للطلاب سابقين ويغيروا العناوين والاسماء ويقدموها، صار بدهم كل شيء جاهز لقلب المحاضرة. لولا الحياء لعادني استعبار، ولزرت دانة والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمتع نظرة في الوجه حيث تمكن الإبهار، فجزاك ربك جزاك ربك. يا رب صوتك هون مالك في العادة. جون الله بليز تعيد معي ساعة سامي. قول شو الثاني. عيني ما فيني، عندي ألماني ما بدي أتأخر. يلا باي. الألماني مو مادة؟ ايه أمول بس كثير ايزي يعني ما بده، بس كثير امبورتنت مو يلا جود لك. ثانك يو. كفتي حبيتيها ولا لا؟ حبيتي ولا لا؟ قولوا. فجزاك ربك جزاك ربك. عندك اياها ولا لا؟ اوكي. قولي لي اذا ما حلوه بكتب لك غيرها. قال في واحد قال لها لأمه ماما ليش هيك بطنك كبير؟ قالت له حبيبي أنا حامل، يعني أخوك هون. قام ارتعب الولد وصفر وشه قال لها شو عم بتقولي أخي هون؟ ماما ليش بلعتيني؟ أيوه. مرحبا ست زينة. أهلين دكتور. إذا ممكن تيجي لعندي فورا، في شيء ضروري عم استناكي. حاضر دكتور. شوفي الدكتور عصام بده يعني ومستعجل، إيماني قايمة الخبر السوري. خليه يستنى. وينها هي؟ معقول تكون بالألماني؟ يا بس هي محاضرة عم تنعاد ومبارح حضرتها. وين بدها تكون؟ أهلا وسهلا. أهلين. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. شرفي. شكرا. ناصك لك صباح، ناصك أنا، بدك تعاتبي ها؟ أهلا وسهلا. هاي شوكولا بس الغاليين مثلك. تفضلي. هاي طيب كثير. شكرا. صحة وعافية. أهلا وسهلا. بتعرفي صحيح هلا طلاب الجامعة كبار، بس صدقيني بكثير من الأحيان ما بيعرفوا شو عم يتصرفوا، ولهيك ما لازم ندقق بالكبيرة والصغيرة عليهم. أنا كان أحد أهم اقتراحاتي لرئاسة الجامعة أنه نطبع دليل الطالب ونوزعه عليهم من أول يوم بالجامعة، لحتى الطالب يعرف شو إله شو عليه. بس يا دكتور هي إذا عرفت فيها الرقابة الداخلية فيها سين وجيم. رقابة شو يا بنت الحلال؟ رقابة شو؟ هون حفرنا وهون طمرنا. بعدين مثل كليتنا فيها نص طلاب الجامعة، ما حدا رح ينتبه.
واذا حدا انتبه معناها نصل وراه نحطهم على جنب. شو انسى زينة؟ شو قلت؟ اهلا وسهلا. ما بعرف اخبرك الدكتور عزوز وزاني مشان نلاقي لون للفيلا. اذا تفضل يا استاذ. جيب لك البروشور. لا تقول قلت له للمعلم طبعا. شو قال له؟ قال لي قل لهم كثير بيهمنا وضع الاستاذ الجامعي ومكانته وراح نرفع شكوى. وراح ترفعوا شكوى؟ طبعا راح نرفع شكوى. ابو حسام بيتولى الرد بعباره لا يمكن إلغاء قرارات رئاسة الجامعة مع مراعاة مكانة الأستاذ الجامعي واحترامه. يا أخي قوي هلا أبو حسام قوي. ألو. أي نعم معك رئيس القسم. احترامي. حاضر حاضر. مفهوم. مع السلامة. هذا مدير مكتب الوزير عم بيقول لي انه نحن لازم نغير مراقب الدوام لانه ما عم يحترم الهيئة التدريسية ولازم نحيله على التحقيق بسبب خلافه مع الدكتور عطية والدكتورة جمانة. يكون عارفة؟ ها؟ دكتور دبا ممثلنا بالنقابة هون. اهلا وسهلا دكتور عطية ابن حلال. هلا كنا بسيرتك انا والدكتور دبا. شرف تفضل استاذ. كيف ان شاء الله خير؟ عمل له الدكتور عطية أحسن دكتور عنا هون في الجامعة ما هيك؟ طبعا شيء أكيد. تسلم هذا بلطفك يا دكتور سائل. تسلم لي الله يخليك. يا أخي والله ما في أحلى من الأمان وراحة البال. اوف شلون بدي أمن سلطة المدارس للأولاد هلا؟ ما بدك تجيبي لي لابتوب مثل شي؟ شايفة هي البنت؟ هي كلها سيليكون، ما في شي طبيعي أبدا. لك يا أخي الديمقراطية والله العظيم شيء بس بالله ما بتلبق لنا بنوب. السلام عليكم. هلا. هاي شكون هذا؟ اكيد دور التنظيف كان عليك. ايه وهلا خلصت. يعطيك العافية. شكرا. شو تأخرت اليوم؟ ايه كنتوا بمكتبة الأسد عندي حلقة بحث ما اشتغلتوا بها شيء. ايه وإن شاء الله لقيتي مراجعك؟ مراجع؟ لقيته. تعبين ما يجي الكتاب تاخذين التصوير ويجهز التصوير تخلص المناوبة الصباحية لموظفين التصوير وتقعدين تستنين المناوبة المسائية وهيك زين لطق روحك. ايه كمان 20 علامة مقلل على البحث. سمعتي عن ورقة بيها غلط ما غلط؟ لا وين؟ قام يقولون صاير غلط بتصحيح ورقة عنا بالعربي. ومن امتى بيردوا على اعتراضات الطلاب وبيعيدوا التصحيح؟ مش مدريني. معناها صاحب هالورقة مدعو.
خالي بدك تاخذ الدواء والابر اللي بدي اوصف لك اياهم بانتظام. انت عندك التهاب قصبات، وادويه الالتهاب ما بناخذها على كيفنا لانه بتفقد فعاليتها. هاي اولا. بيبقى عندنا مسألة الاختناق الليلي. هلا بنعالج موضوع الالتهاب، وبعد اسبوع بترتاحي وبتراجعيني بنحكي بالاختناق، مشي؟ والله يا دكتور انا من عندي مشي، بس انا بدي اشكي لك عليها. بدي احكي له ماما، بدي احكي له. شوف دكتور، انت هلا شايفها حبابه ولطيفه وعين الله عليها، بس لما الموضوع بيتعلق بالدواء وبصحتها ما كنت تسمع حدا، لا كبير ولا صغير. عم تتدلل، واللي بصح له يتدلل، ليش لا؟ والله يا دكتور اذا على الدلال لك انا بحطك على راسي، انت بس تعي لعندي وشوفي الدلال، بس ردي علينا الله يوفقك. شفتي؟ عم دق له ما عم بيرد. معقول يعني اكون غلطانه بحق حالي؟ كيف يعني بحق حالي؟ يعني ما قدرت نفسي، رميت حالي بين ايدين واحد ما بيستاهل، واحد مريض نفسيا مثل عزة. عن اذنك هذا اكيد معلم الدهان. مرحبا مدام. هاي الكتالوجات اللي وصلتني عليها. الله يسلم الايدين، شكرا. يعطيك العافية. الله معك. هذا معلم الدهان، مستحيل يتاخر عني لما بقصده. طالما عم بتسبب من وراكي، ليش لحتى يتاخر عليكي؟ هاي الالوان، شوفي نقي اللون اللي بدك اياه وانت قاعده ومرتاحه. هلا اللون اللي بنقيه على الكتالوج بيطلع نفسه على حيطان الفيلا؟ اذا بدك بورجيك الشقه اللي سلمته اياها لمعلم الدهان واحكمي بنفسك. اوكي. تفضلي ماما، هاي اخر حبه اليوم، فيها العافيه. انا امي صار لازم اروح الشغل، هلا المعلم مستعوقني، ما بدي اتاخر. بدك شيء؟ امي انا بتاخر بشغلي، انت نامي وريحي حالك، لا تستنيني. امي رضيتي شعلي التلفزيون تتسلي شوي، ادعيلي. يلا بخاطرك. كيفك مازن؟ اهلين دكتور، كيفك؟ شو اخبارك؟ نزلنا غياب والله اليومين الماضيات. شو بدي اساوي؟ احيانا حالي مالي، بس بيرجع شغلي بيجيبني. وين لك قعدنا؟ ايه على 17. تفضل دكتور. 17. وهي شيله فراش. تفضل. عيني عليك. 5 دينار. برافو. طيب عنا. ايوه. اوف شو بك سعيد؟ شو شبني؟ اكل كلمه مرتب، تركني بحالي. لك شوفي، ما رح يمشي حال يعني؟ لا شغلتك بيمشي حالها، لا تحكي الهم، بس انا متضايق من هدول الاثنين صراط الله. لك يا رجل كسروا كلمتي قدام العالم. دبقة كان قاعد لما دخل علي عطية وشافه كيف حكى معي بكل وقاحة. شوي شوي رح تقوى شوكتون علي. بيني وبينك المعلم كمان مسائل يعطينا اولاد كرامتنا. تعال يا حبيب. يا عيني عليك يا فراس. لك شجعوا انفخوا. شو هاد يا معلم؟ ها؟ هي ضربة معلم. خليت لكم اعصابكم مشدودة على الاخير، خيرها بغيرها دكتور دبقة. لك وين رايحين انتوا اثنين؟ وين رايحين؟ لك هذا المعلم ما حدا بيطلع له مع بنوب. اذا انت ربحت كانه نحن ربحنا، الله وكيلك يا معلم.
احكوا لي لشوف بالتفصيل الممل شو اللي صار؟ محلت القصة معلم. أهم شيء إنه ما سجلت الديوان. فتحنا الورقة الامتحانية وغيرنا كل النتيجة. بالضبط خفيتوه؟ الله يرحمه معلم نهائيا. يا عيني عليك. دفقة يا دكتور دفقة. تلميذك معلم. خليلي اياك. هلا الدولار قديش على السوري؟ لساته ب 50 ورقة؟ لك قبشتي لي ناس اشتريكم بابا ما وعدتني تجيب لي موبايل؟ أمانة إذا مطولة أسبقتي لا عيني خلصت لا. أنتم الإنجليزي إذا ما صرتوا على 24 ما تحركوا من غرفكم. شو هاد؟ شوفي هي الطالبة الثانية مقارنة توقع بالساعة. يلا يا بنات عطاني احنا ندخل على الغرفة يلا يلا يعني امبارح ما حسب انه في شيء رايح عن مكتبه؟ ابدا نهائيا. حلو. بس ان شاء الله تمضى اليوم. بكل الاحوال اذا صار اي شيء تعمل حالك ما معها خبر، لا سيما انه انت مالك مصلحه بانك تخفيها. هو ما بيخاف غير من فوتة ابو تامر على الديوان. اطمن، انا موصي انه ما يبعث الطلبات الا مع ابو خالد. اعطيك الكتاب؟ طبعا. لكن شو جاء بالشهاده وانتهته؟ تفضل. امسك هذول 10,000 من المعلم، حلال جلال. وانت بتعرف رضا كثير مهم. فهمان عليك. شو بدكم انا جاهز. يلا تفضل. هلا بكون استعواك. مع السلامه. يعطيك العافيه دكتور. لك يا اخي طالب الماجستير او الدكتوراه يعني مجرد وافقوا له على المناقشه ومشي حاله، فهذا اللي عم يصير بالمناقشه كلياته مسرحيه وفرض عضلات. بس في طلاب ما شاء الله عنهم بيدرسوا وبيشتغلوا، وفي طلاب عايشين بالنعيم ومدللين. شكون ما تريدين تردين؟ ما بعرف. الو صباح الخير. ايه على الطريق. اوكي بعد المحاضرة. باي باي. امجد. هذول الشباب ما ينعطون وجه. عيني امجد غير. اكيد كلهم يبلشون هيك دين. طمني ما راح يصير شيء ان شاء الله، بس ما يميل قلبتي. شوش اسماعيل شمستك عالية اليوم. لا والله انا هون من بكير، بس كنت عم دور على سيريا نيوز. شفته؟ اوف تركت قصص الخطة والزواج وصرت تهتم بالشأن العام. لا والله يا اخي، اصلا انا شو اللي مخليني مع الناس غير الشأن العام؟ ايوه من الصبح صرت تحكي بالسياسة. الله يشيرنا من اخرتها. شرف يسلم هديات. بالمناسبة يا سجينة، القهوة اللي بتشربها عندي هون بالمكتب ابو تامر ما بيعمل لك منها. لا يا دكتور هلا بتزعل آلي مني. اذا خايف على زعلي يا سيد ابو تامر ابقى اعمل لي من نفس القهوة. انت ما عاد بيدي على زعلك بلو. ايه دكتور طمني مش الحال؟
ان شاء الله، بس بدك تخبر الصبايا اللي عندك. إيه اذا من عندي دكتور لا تاكل هم. قولي مالك كلهم هدول. شباب طلعت المسرح، امول مبروك 85. يا وانا انا اقل منك 15 علامه. مبروك. بس امل مبروك والباقي دق راسه بالحيط. لك يا حبيبي ما بحق جلدك غير ضفرك. مو على اساس بس امل اللي بتقول امثال. عيني حسان لا تنسينا 85 تذكرني هلا. لك يخرب بيتك شو بتحب الفاينه، ما صدقنا على الله ضحكت البنت. يلا خلصنا أنا نشوف على مالك. لا تشيل نطلع من لا اثنين رجع واحد. يسعد صباحكم يا صبايا. يا هلا ابو خالد. ان شاء الله بكرهكم بروح كرفته وبيجي تحكي لي، قولوا امين. ان شاء الله. امين يا رب. شو بتحبوا تشربوا؟ شو بتحبوا تاكلوا؟ بدنا السلامه. على فكره اذا كل الموظفات مثلكم خدمه ذاتيه كلنا مثل مشهور. يا جماعة آخر أخبار الفقرة والمساكين عند الدكتور عصام، حاكم كل ما اتصل يتواصل لحدا بيقول إنه يا فقير يا مسكين. لك شوي شوي على المخلوقة، أكثر شو صار لها فجأة وتضايقت. لا ما في شيء مشان الورقة إياها. شفتي الإنسانية؟ هذا الزلمة أحسن له يفتح جمعية خيرية، مو رئاسة فصول. طوشتينا اسكتي بقى. حبيبتي احكي لي بالتفصيل، شو صاير معك؟ شو اللي مضايقك؟ ما في تفاصيل، بس عم يسألني شو رأيي بالموضوع بحكم خبرتي، لأنه رئاسة الجامعة حاطته بلجنة بتاخذ هيك قرارات. يا عيني هاي جزات أهل الخير، لكن بيستلموا مناصب وبصيروا أصحاب قرارات. إيه لا تقلوا على الزلمة، يعني الدكتور عصام أكثر دكتور بيشتغل بهي الكلية. هي كلها وجهة نظر مو أكثر. ايه يا مولي؟ تفضلي احكي لي شو اللي فز عليك؟ شلون ما في شيء؟ على امجد صار لك يومين ضارب ابوه الشبرين، يومين وشبرين على القافيه. ما يمكن لأنك طنشني هداك اليوم لما بقيت مع ريما وتركني روح لحالي على المكتبة. طيب يا ستي وما رحت معك، ليش متضايقة؟ غيراني؟ أمجد شو هاي غيراني؟ لك ايه؟ يعني صار لازم اعرف انا شو طبيعة شعورك كانت بهذيك اللحظة بالذات. عن جد انت غليظ. ها؟ هاي حسان وشيرين اجوا، هن بيعرفوا بهي القصة أكثر مني ومنك، هلا بنسألهم. عن جد إذا بتريد، إذا بقى بتحكي معي بهالطريقة وبهالموضوع بالذات عن جد ما بقى أحكي معك. ليش عم تضحك؟ هاي كيفكم يا حلوين؟ لك هلا. شو بدك هون كأنه الأمور مكركبة؟ يعني نقعد ولا نروح؟ لا قعدوا شو تفاهم بسيطة. شو تشربي حبيبتي؟ عصير بردافي. ايه يلا قوم الكتاب. شو الأخبار؟ ايه هو؟ اقرأين شو بقى؟ شو همه؟ ايه يا عم بشير شو؟ يا عيني عليك ممتاز. خلص معناتها بنلتقي المساء السبعة ايه؟ يلا الله معك. ايه سيدي؟ شو قالوا لك بالوزارة؟ قال قانونيا ما بتزبط، وبتعرف انا درست الدكتوراه على حسابي، والمشكلة انه ما عندي اقامة كافية بالبلد اللي درست فيها. ايه طبعا، لانه قرار تعديل الشهادة صار يطلب فترة اقامة محددة ليعدل الشهادة. هلا بكل الاحوال انت خلي ورقك عند السكرتيرة، ونحن اذا استجد معنا شيء بنخبرك ولا يهمك. معقول تعدي دكتور؟ لا نشوف يعني بركي الموظفين غلطانين بعدد الايام اللي قضيتها هنيك، بتعرف لانه موظفينا ما بيعرفوا يعدوا، بس نحن اللي بدنا نعلمهم العد، واهم شيء
انك انت ما تجيب سيره لحدا بالموضوع نهائيا، بتخلي الموضوع الضيق بيني وبينك، مو تروح تطبل وتزمر فيه، وربك بيسر ونظبطها، لا تحمل هم. شو قررتوا تروحوا؟ والله ما بعرف، يعني ما في وقت كثير بين المحاضرتين. معناها تعوا معي خلص. والله برافو عليكم، كثير حلو الشغل. اعطوني باقي الاوراق. عم تستفيدوا اكيد مو هيك؟ طيب يعطيكم العافيه، شكرا كثير. اهلا وسهلا. مرحبا دكتور. اهلين دكتور عطيه. شايف اخي، مو كل الطلاب سطحيين بيستفيدوا. تفضل. ليكن كل ما واحد انجز فيهم صفحه عم يجيب لي اياها. يعني مشروعك رح يمشي دكتور؟ هذا مشروعنا كلياتنا يا دكتور، يعني قسم الطلاب رح يستفيدوا منه، وانا بعتقد انه بالمغرب عملوا هاي التجربه ونجحوا كثير. على كل انا معك دكتور، اي حدا بيضايقك بهالموضوع بالذات بس خبرني. ناوي تجيب له الجلطه للدكتور سايد؟ كله تعويض دكتور، بس يتعودوا انك ما بتتساهل بحقوقك وما بتسكت على الغلط، كله بده يحسب حساب الغلطه معك. مظبوط. شباب احنا وين رايحين؟ يعني لوين ابو فلين؟ انا مو كثير تعبالي على فكره. خلص انتوا روحوا اسبقوني، معلش انا ما خلص ماشي. بركي خانقين. ايه عزة؟ ايه ليكني هلا انا ورغدة، لا مو بس مشان هيك عم بتصل فيك. لكن مشان شو؟ مشان دهان الفيلا، المحل اللي بعتني لعنده ما اتفقت انا وياه. والمطلوب؟ هلا رغدة ورجتني شغل معلم الدهان تبعها، بياخذ العقد. بياخذ العقد، شو يعني؟ شو بركي هو بيشتغل لنا دهان الفيلا. ولك انت كيف بتتصرفي من عندك؟ ولك كيف بتروحي لعند ورشة الدهان غير الورشة اللي انا بعتك عليها؟ شو صار يعني؟ لك شو صار؟ اللي صار هدول الناس ما بيشتغلوا مثل ما بدنا. هذا المتعهد يشتغل عنا بالجامعة يعني منمون عليه، وصاحبها للست ردة تبعك ما له مصلحة بالجامعة تبعنا. بس شغله حلو كثير. اوف، وانت شو بدك فيه اذا كان شغله حلو ولا ما شغله حلو؟ انت مو بدك دهان اكسترا ديلوكس من احسن وافخم الماركات؟ ايه معناتها بتحددي لونه بس، ولا مفكره حالك صرتي تقبري وبتتعمري؟ ضروري حضرتك طلعيني بسواد وش مع الست ردة؟ يلا باي. شو؟ مثل العادة ما بده يدفع، بده كل شيء ببلاش. ايه معلوم. نوري. حب الختامي؟ شو الصبية جديدة؟
خالد الميلو على حسابي، لا تاخذ حق الميلو مني. هدول السكاكر مشان الآنسة لأنه أول مرة بتزور. بابا امتلاك عقدية والدكتور سليمان مقدور عليه. يعني خلص رح تحكي معه وتخليه يخفف المطلوب؟ لك يا بابا انا حكيت مع رئيس القسم ورئيس القسم حكى معه. بعدين اكد لكم انه هذا الاختراع مو داخل بمقرر، مجرد نشاط يا بابا. يا الله. لك يا بابا ليش هيك بتصيري؟ كلك كم محاضرة بيخلص فصل. هلا المهم انت تركزي بدراستك وتجيبي معدل منيح وقلك على بابا احلى هي. سيارة مو؟ ايه قولي الله يخليك. بابا الله يوفقك. قولي امبلا 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 امبلا. ان شاء الله دايما. انا فايت نام، لا تخليني اتاخر. ايه باي. أمو كيف شايفة ريحة القهوة؟ أمان شو شاردي شو حالي؟ والله ضايق خلقي. عيني اتركي هالقهوة من ايدك وخلينا نقوم ناكل بوظة. ماشي بس بشرطها ابو تطولي باللبس. اللي بسمعك عم تحكي هيك بقول عنك لبنى السريعة. بتشعرتي اني رح اسبقي؟ شعري. حسبي حسابي حسبتي وانا بديها على شوكولا. ها قلت لك حكي لارا وانا المضبوط، بالنهايه بضل استاذها. يي ريما فرحتيني بصوت التمريض تبعك. شو بتضلي بتشتغلي انت؟ حبيبتي هدول لازم تسلموا بعد ساعه على المكتبه، لانه عم بيقول لي المدير انه في زبونه بدها ترجم لها بحث للانجليش. عرفتي ليش مستعجله؟ يا ريما انت وين بتروحي بهالمصاري كلها؟ لك اشتهيت شي نهار تعزمينا شي عزيمه، لك شي فطور، شي اي محل، لك طنجشه فلافل ربيانه. حبيبتي لو ضل بشتغل كل يوم 10 ساعات بالتنظيف صار يطلعوا حق فطور بالفورتيزا. اوكي خلاص شو بدك شو زعلتي؟ المهم هلا انا بشوف الوضع مناسب، ضبط لي هيك شي طلعه حلوه مرتبه، شو رايك؟ يلا ماشي، هلا خليني افكر وبعدين نحكي معك. باي حبيبتي باي. يا الله شو اعمل؟ كمان انا الحق علي. بس لو ما قبلت عزيمتهم حيبان فيها انه. طيب وشو رح يعرفون انه هالمستخدم هو ابي؟ هالشغله ما رح تخطر على بال حدا اكيد. اصلا بابا بيعرف موقفي من هالموضوع، وقديت حايل علي ادرس بالاداب وما رضيت ادرس بالمكان اللي عم يشتغل فيه، حتى وعدني اني ادرس واتخرج وما يخبر حدا. هلا كل هالحكي فاضي، بيكون خبر امي وهي ما صدقت تاخذها وحده علي.
واكيد بيكون زعل مني كمان. يا الله. يا لطيفة اللي حكى لي عم تصير عجايب ورا الكواليس. بخيلة، اعطيني اذن بهالبلد ما فيها كواليس. تعرفي أمون، شعورك له علاقة بالإعجاب، بس مو هون المشكلة. المشكلة إنه من عتبك عليه تأكد إنك بتغارق. بعرف، حسيت حالي خبصت وكنت ضل الحيط وأنا عم بحكي له، بس هو على فكرة حاول يقلب الموضوع مزح، بس أنا من كتر ما تلبكت مدري شو صار لي، صديته حتى على المزح بهالقصة. ليك يا أمون، كونه نحن من نفس البيئة بنعرف قديش صعب إقامة هيك علاقة. شو من شان سميتي لي إياها علاقة؟ والله يعني هذا اللي ممكن يصير إلا إذا خلص بعرف شيء. وين كنتي لهلا ست الحسن والجمال؟ بالمكتب. بالله، وايش هالمكاتب اللي بتضلها فاتحه لهلا؟ ولا فكرتيني هبله وبشد بشعري في الشوارع؟ شو صار يعني؟ كنت بالمكتبة، بعدين إذا مو مصدقتيني فيك تسألي تامر عن دوام المكتبات. هذا اللي كان ناقص، يقطع المي كمان. وينه بابا؟ ابوك اتغدى وطلع. حكالك شي؟ قلتيلي ابوك اليوم وشو بتفسرش، ايش بتعرفي ولي؟ هذا اللي عم بحكيه. انت خلص بس تتركني على موضوع حلقة البحث تاعي على الكلية. لا بنحلها ان شاء الله، بنحلها. ايه الله مع السلامة. مع السلامة. ايه ما شاء الله يا مختار على موبايلك دائما رن الواحد يقول عنك مسؤول كبير. إيه بس العبد الكبير اللي قدامك كان ممكن يكون بحال غير هالحالة واني تخرجت. بدك تشوف رفقاتي اللي كانوا بدفعتي، احوالهم صارت منيحة كثير، بس اخي اللي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. لك يسلم لي هالوش، نحن اللي حظنا حلو انه تعرفنا عليك. تعال شاب كاسة شاي. على راسي يا ابو كمال. تعال فرج، تعال سكر الباب تعال. ابو كمال ايه مفتاح الشقة بتطلع شفت شيء؟ قل لك وينه؟ شل لي هالكركبة وروقنا بقى نشرب كاسة شاي. الصديق اللي يحكون عنك وعني، عنك وعني، عنك وعني، كلهم والله يغارون منك ومني، منك ومني. للصديق اللي يحكون عنك وعني، كلهم والله يغارون منك ومني، منك ومني. الله اللي شغول. نادولنا المعلم خليه يغني معنا، شو رايكم؟ عمره ما يغني ان شاء الله. راح علي، نسيت احضر. دايما نسيت. شي بملل. عصام لازم يعرف حدوده، اساسا هو عرفان حاله انه غلطان، لهيك ما عم بيرد. عن جد شي بملل. والله معك حق يا مام، لك مو شي بملل، شي بطقي.